صيانة الموتوسيكل طبيعي تفكر أوفر فلوس إزاي، ممشيش لحد غالي أوفر في قطع الغيار وأجيب حاجة تمشيني وقت قليل وخلاص، ولا ما تعبش نفسي وأروح لحد قريب هنا وخلاص. عايز أوفر وقت وأخلص. بس وأنت بتفكر في راحتك دلوقتي حالا هيحصل مشاكل بعدين. دلوقتي أنا في المطرية بعد ما سافرت 2.5 ساعة من 6 أكتوبر، مش بس عشان أعمل صيانة دورية طويلة الأمد، كمان عشان افكر معاكم ونفهم اكتر ايه اهمية الصيانة طويلة الامد، مش ازاي لكن ليه. الفيديو هيوريكم اجزاء الصيانة وتأثيرها على سواقتي واماني وراحتي وفلوسي. اول حاجة هتبقى الطنبورة اتاكلت، خلصت من الفرامل بسبب ان انا ما غيرتش الفرامل، التيل بتاع الفرامل اللي هي اللقمتين اللي بتقفل على الطنبورة في ميعادها، فالتيل ابتدى يتاكل مرة على مرة على مرة. وصل للمرحلة دي لازم الطنبورة تتغير دلوقتي عشان وصلت لمرحلة مش امان، مش هتطبع ومش هتوقف الموتوسيكل. احتكاك التيل الجديد اللي هركبه لازم الاتنين يحتكوا مع بعض 100% ويوقفوا الموتوسيكل بميكانيزم معينة. وادي الطنبورة ده شكلها والارقام اللي عليها، احفظوها، وقفوا الشاشة وصوروها عشان انتوا لو بعيد عن القاهرة والجيزة تقدروا تشتروا القطعة الغيار الاصلية وتبقوا عارفين شكلها بالظبط والارقام اللي عليها. تمام. والطنبورة دي لما بتركب مسامير جديدة بتتبرشم زي ما مايكل ليبي بيعمل كده، بيخبطها خبطة معينة يبرشمها مخليها ما تطلعش، عشان لو طلعت على اي سرعة هتوقفك وقفة جنونية وتؤدي الى الهلاك. فلازم تتبرشم وتتركب وهي متبرشمة، ما تتخلعش خالص غير لما الطنبورة تتغير تاني وبتتخلع بمعجزة. وبعد كده تيل الفرامل ده الاصلي برضو بتاع الموتوسيكل اللي بيجي من بلدها من الصين، هو نفس قطعة الغيار هي بالظبط اللي بتيجي مع الموتوسيكل، مش حاجة محترمة في السوق المصري او معمولة في مصر بكواليتي عالية، لا هي نفس اللي بتيجي مع الموتوسيكل بالظبط زي ما انتوا شايفين اهي. دي ارقامها ودي شكلها بالظبط. برضو توقفوا الصورة وصوروا الشاشة عشان انتوا لو مش في القاهرة والجيزة متقدروش تيجوا المايكل الليبي، تبقوا عارفين قطعة الغيار شكلها عامل ازاي. والاسعار طبعا بتختلف وبتعلى وبتنزل وما بتنزلش، بتعلى بس، فما فيش حكمة ان انا اقول لكم سعرها. وتتركب زي ما انتوا شايفين اهو. وبعد كده عدسة الزيت دي ما بتبص، بتقعد طول العمر، بس في عوامل معينة بتبقى خارقة عن استيعاب الموتوسيكل بتبوظ العدسة، تبتدي ترشح زيت زي درجة الحرارة الرهيبة اللي حصلت في مصر وبتحصل كل فترة، درجة الحرارة بتوصل ل40. فاللي بيسوق الصبح ومضطر يسوق الصبح وفي ضغط على الموتوسيكل، درجة حرارة الموتوسيكل بتبقى جنونية، فيبتدي الجلب والألسهات تتعب منها. عدسة الزيت اللي فاتت دي اللي أنا غيرتها الأصلية قعدت 93,000 كيلو، ده رقم كبير جدا وكويس جدا. باظت من الحر والظروف، فبنغيرها لنفس قطعة الغيار هي بالظبط اللي جاي من الصين. زي ما قلت لكم مش حاجة حلوة في مصر ولا بنفس المقاس ولا بنوفق حاجتين على بعض، هي نفس القطعة بالظبط اللي جت من الصين. وده زيت الباكم بتاع الفرامل الخلفية، لازم كل مرة تغير التيل، الكاوتش اللي جوه دي بتطلع، فبتتفك ترجع كاوتشة تاني وتروح رادد الزيت تاني زي ما هو بنفس المنسوب اللي فيه، ورجع اللي هي الكوباية الداخلية اللي بتزق التيل على الطنبورة بترجعها لجوه. ما بتحطش زيت، ما بتزودش زيت، والكاوتشة بترجع مكانها، فالزيت بيرفع تاني، تحط التيلين الجداد وبعد كده تركبها. فهي بتطق تاني لما نيجي نغير التيل. الغرفة المغلقة دي اللي فيها ضغط الهواء اللي بتزق التيل، لما تطلع زيادة عن اللزوم وتشيل التيل، الكاوتشة اللي جوه زيت الباكم دي بتطق وتطلع تاني، لازم نفكها ونرجعها. ما بنزودش زيت ونقلل زيت ونغير الزيت كل مرة بنغير فيها التيل. وبعد كده آلات الجر أول حاجة بنركب الترس الخلفي ولما نفك العجلة، والترس الأمامي والمسامير الجديدة والوردة الجديدة، وبنشيك على الألسيل اللي ورا اللي هو الألسيل اللي طالع منه العصاية بتاعت الترس الأمامي. وبعد كده بركب الجنزير في الآخر لما نيجي نركب العجلة بالطنبورة الجديدة بالفرامل الجديدة.
بنركب الجنزير في الاخر. الجنزير بيجي معاه بيبقى هو مزيت الزيت اللي جاي من الصين، اللي بيقعد مع الموتوسيكل تقريبا بنتكلم في ممكن يقعد معاك 500 كيلو. وتبتدي بقى ايه تحط زيت جديد، وبعد كده مثلا 500 كيلو كمان توصل ل1000 كيلو او ل1500 كيلو. تنضف الجنزير من المادة اللي عليه، وتنزل كل الشوائب حديد، اللي هو الحديد المبري الصغير، بالطين بالرمل بأي حاجة. تنزله كله وتغسله كله بالمادة بتاعته اللي انا شرحتها في غسل الجنزير، مش بجاز ولا ببنزين عشان بينحت ويحرق الحديد، ده غلط. وبعد ما تنضف بالمادة والفرشة من كذا جنب زي ما وريتكم في الفيديو، وفي فيديو على اليوتيوب لتنظيف الجنزير يبقوا شوفوه، وتحط زيت واقول لكم زيت ايه وكل حاجة في الفيديو. ربنا يوفقك. اخونا فادي ده يا جماعه من الناس المحترمه، واصلين بقى له 3 4 5 سنين كده لغايه ما المكنه زهقت مننا احنا الاثنين. شكرا عم مايكل. شكرا عمر. شكرا بيبو. وزوز يا باشا، ملك الكهرباء، ملك المسامير، اخويا معلش حاجه بتقول له لا. وبعد كده اختبار الشغل وتنظيف المناطق اللي اشتغلنا فيها ليها دعوه بالموتور. بنحط اول مره ميه وصابون، وبعد كده بننضف بالهواء، وبعد كده بنحط ميه وصابون تاني، وبعد كده ننشف، وبعد كده ننضف بالهواء، وبعد كده تالت مره عشان نتاكد ان مفيش اي ترشيح 100%. واحنا في حاجات ما صورناهاش، تغيير البوجيه. برضو البوجيه كل البوجيهات اللي في مصر كويسه، في انواع مضروبه قليله. ازاي انت تعرف ان النوع ده مضروب ولا لا؟ ما بتعرفش. في جهاز بالكشف عن البوجيه ده بيستخدموه الشركات، عشان مثلا مايكل ليبي متأكد ان المورد ده بيجيب له البوجيه الصيني كويس بتاع الموتوسيكل، هو بنفس السن والقدرة بتاعة الكهرباء وتوزيع الكهرباء بالظبط. فانت بتبقى ضامن الميكانيكي وضامن المكان اللي انت بتشتري منه. لكن الاختبار المبدئي للشخص اللي ممكن يعمله للبوجيه كمستخدم، انت بتشوف نفس السنون ونفس كل حاجة ونفس طول السن وكل حاجة. في انواع تانية بتبقى الموتوسيكلات تانية، خدوا بالكم من الموضوع ده. وبعد كده في حاجة تانية متصورتش، بلي الرقبة. بلي الرقبة ده برضو بيتعب من كتر المطبات والاخرام والحفر اللي بتحصل. فبلي الرقبة بيتغير كل فترة. قعد معايا اهو 93,000 كيلو، ده البلي الرقبة بتاع الاصلي. ليه قعد العمر ده كله؟ عشان ما فكتش الألسيل بتاع البلي وحطيت شحم ورحت قافل الألسيل تاني، ما عرضتش البلي للهواء اساسا. فهو جاي من بلده متبرشم وجواه الشحم بتاعه، ما ينفعش يشوف الهواء عشان يأكسد وابتدي يصدي. غيرت برضو، ما صورتش اللي انا غيرته ده البلي بتاع العجلة اللي ورا والعجلة اللي قدام، برضو نفس الكيلوهات. قعد 93,000 كيلو. ليه؟ بسبب ان البلي مفكتش بتاع الألسيل بتاعه، حطيت شحم وقفلته تاني، ما عرضتوش للهواء زي ما انا قلت. فقعد العمر بتاعه وابتدى يتعب. وازاي عرفت انه ابتدى يتعب وبرضه ما اثرش على حياتي ولا عمل مصيبه ولا عملت حادثه بسببه؟ عشان هو ابتدى يبقى فيه بوش يمين وشمال في العجله، بتمسك العجله وتحركها يمين وشمال. لو اتحركت يمين وشمال بحته صغيره اقل من ملي كده يبقى البلي ابتدى يتعب. بتغير الظرف كله بتاع البلي، بيتركب بظرف جديد متبرشم، ما ينفعش تفك الألسيل بتاعه وتحط شحم عشان ما ينفعش تعرض للهواء اصلا. والشحم اللي انت جايبه ده الكواليتي بتاعته قليله جدا عن اللي جاي من بلده. تمام؟ فانت بتخلط الاتنين ببعض. ما تعملش كده لما حد يشتري موتوسيكل جديد او يروح للميكانيكي يقول له ربط وشحم، بيعمل كده عشان يحلل الفلوس، وده غلط. ودي كانت نهايه حلقتنا عن الصيانه طويله الامد، ازاي بنعملها وايه الاجزاء اللي بنغيرها عشان الموتوسيكل يشد حيله معانا 14,000 كيلو ل 35,000 كيلو، على حسب استخدامك واحترامك لأجزائه في الفترة اللي انت هتستخدمه فيها. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يجيلكوا الحلقات الجديدة. قول اعمل لايك بس.